يا جماعة بالله عليكم، احنا هنا مش عشان نضيع وقتكم. القناة دي مش معمولة علشان تضيع وقتك. القناة دي معمولة علشان فكرة واحدة بس، تغير طريقة تفكيرك. احنا مش بنحكي قصص علشان تتسلى، احنا بنحكي قصص علشان نختصر عليك سنين تجربة. النجاح يا جماعة مش سر، النجاح قصة، واحنا هنا جايين نفك شفرة القصة ديت. يعني مش كل فيديو لازم يعني يكون مسلي على الآخر، ولكن لازم تاخد منه العبرة. احنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر. احنا القناة بتاعتنا هنا مش بتبيع الوهم ولا بتوعدك بالثراء السريع، لكن بتقولك شوف الناس ابتدت ازاي ووصلت لفين. انت مش علشان تنجح لازم تعيد اختراع العجلة، انت تعلم من اللي اخترعوها قبلنا. كم واحد في مصر وفي بلادنا العربية، شاب وابوه شاب وابن خالته فاتحين محلات وفاتحين اكشاك وفاتحين سوبر ماركت علشان ياكلوا منها عيش. يا حبيبي طورها، ما تاكلش بس منها عيش. شوف الناس دي ابتدت ازاي وابتدي زيهم واكبر زيهم وشغل مخك، بدل لما تخلص وتروح تقعد على القهوة تضيع وقت. يلا يا جماعة بالله عليكم اتفرجوا، وإن شاء الله تستفيدوا، ويكون في فيديو يلهمكم بفكرة كويسة تغير بيه حياتكم كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من حكاوي من أمريكا. والنهاردة يا جماعة مع سلسلة جديدة. حابين نقول لكم إن أكبر سلسلة متاجر رخيصة في أمريكا ما ابتدتش بفكرة عبقرية ولا بتكنولوجيا ولا بفلوس، بدت بمجرد احتياج. ناس عندها ذكاء ولاحظت إن بعد الكساد الكبير ما كانش فيه أماكن كتير تشتري منها الاحتياجات الأساسية. أنا الحقيقة كنت فاكر ان محلات الدولار الواحد ابتدت بال 99 سنت ستور، وافتكرت اللي هم اللي اخترعوها في كاليفورنيا سنة 82. وبعد كده جت الدولار تري وكلت منهم الجو. اتضح ان الدولار جنرال هو اول واحد يخترع فكرة المنتجات اللي بدولار واحد بس في سنة كام؟ 1939. يلا ندخل ونشوف القصة بتاعته. دخلنا الدولار جنرال يا جماعة، وزي ما انتم شايفين هو منظم. الرفوف بتاعته أعلى من المحلات التانية زي 99 سنت ستور والمحلات التانية. هل بقى كل حاجة عنده بدولار؟ خلينا بقى نبتدي. بصوا مرقمين الايلز بتاعتهم اهيت، ومنظم جدا وعامل براندنج حلو قوي. يعني واضح ان هي شركة محترمة وشركة كبيرة، شركة ضخمة. طب يلا بينا ندخل ونتفرج نشوف الاسعار ونحكي القصة بتاعتهم وابتدت ازاي. انا طبعا همشي الكاميرا على المنتجات، انتوا اتفرجوا عليها وهنحكي القصة. ولو حابين حلقة اسعار كاملة ممكن نعمل لكم حلقة اسعار كاملة. سنة 1939 زي ما قلت لكم كان في أمريكا خارجة من الكساد الكبير بعد الحرب العالمية وكده، والناس تعبانة، فلوس قليلة، مدن صغيرة. الريف بقى منهكين. أي دولة تعبانة واقتصادها تعبان دايما الريف فيها بيذوق الأمرين، دي معروفة ومفيش فيها أي جدال. اتنين فلاحين، راجل اسمه ترنر، جي ال ترنر، وعنده ابنه اسمه كال ترنر. فشايفين ان الموضوع يعني كل الحاجات الاساسيه بتاعتهم عشان يجيبوها لازم ينزلوا المدينه ويتمرمطوا، وليلتهم قصه كده بقى. فطيب نعمل ايه؟ ما احنا يا جماعه احنا نعمل مستودع ويبقى جمله علشان نساعد الناس اللي عايز يفتح بقاله صغيره يجي يشتري من عندنا جمله وايه، ويفتح بقاله في الاماكن في القريه بتاعتنا وفي القرى المجاوره. فدوت كان الهدف، تجارة الجملة، ويساعدوا الناس ان هم يفتحوا نقاط بقالة او سوبر ماركتس علشان تلبي احتياجات الاسر. مش لازم بقى كل واحد هيعوز رز، هيعوز ازازة زيت يروح يسافر ليها يعني. المهم ابتدوا وفعلا عملوا المستودع بتاعهم، ولكن لاحظوا ان في محلات صغيرة كتير مش ثابتة. دوت اللي انا كنت بقول عليه قبل كده يا جماعه، ان احنا حتى عندنا في بلادنا في ناس كتير بتفتح سوبر ماركتس، وهو وباباه هو وعمه وصاحبه، وبس عشان ياكل عيش. وانا عايز الكونسبت دوت يتلغي. لا، عايزين نكبر، عايزين نبقى احسن، نفكر ونستعن بالله ولا نعجز. المهم طبعا احنا ذكرنا الله يعني، وانتم معايا يلا كده سبحوا الله كثيرا وصلوا على رسول الله، وكل من ليه نبي يصلي عليه، واللي مش مسلم يمجد سيده. طيب نكمل موضوعنا. المحلات ابتدت تقفل
الصغيره، لان هم مش ستيبل، ما عندهمش الفكره، ما عندهمش ما عندهمش الفكر بتاع الانتربرنور اللي هو بتوع الناس التجاريين، فاتح بس كده عشان يساعد يعني يجيب له قرشين وخلاص. فبقت المحلات تقفل، فالراجل ده لقى نفسه في مأزق، لان هو بيعتمد اساسا على المحلات الصغيره دي. فقالوا خلاص نفتح بنفسنا ونسميه دولار جنرال، يعني كل اللي انت عايزه بدولار. ما هم بقى التجار الجمله اساسا، فلما يفتحوا محلات صغيره هو كده كمان كسبان اكتر. 1955 ابتدوا اول فرع، وطلع للنور دولار جنرال، سعر منخفض، كل حاجات البيت بدولار واحد. ومن هنا ابتدت دولار جنرال تنتشر في المدن الكبيرة، في القرى، سنة ورا سنة، يوم ورا فرع ورا فرع، لغاية لما وصلنا اليوم لكام فرع بقى؟ دولار جنرال 19,000 فرع، واحدة من أقوى سلاسل التجزئة في أمريكا. السر إيه بقى؟ السر هو السعر؟ لا، السر هو الفهم العميق لاحتياجات البيئة المحيطة بك. يعني الناس عايزة إيه دلوقتي؟ فطبعا الناس عايزة إيه دلوقتي ده يعني ديماند. ديماند يعني هيبيع، وبعد كده يلاحق، وبعد كده بقى يبقى يلاحق. الدرس اللي احنا نستفيده، القصة بتاعتنا ديت فكرة عبقرية. هو بس ناس ربنا فتح عليهم في الرؤية وتوجهوا لهذه القصة وتوفقوا فيها، اللي هي حل المشكلة بتاعة عدم انتشار السوبر ماركتس أو كده. درس تاني كمان مهم جدا يا جماعة، إن المدن الصغيرة والأحياء الشعبية فرصة وقوة شرائية ضخمة جدا جدا جدا. وأنا عايز أقول لكم من هنا إن في ناس حتى بتستغل الأحياء البسيطة بتاعتنا. يعني مثلا في سوبر ماركتس بتفتح، بس عادة دي ما بتبقاش سوبر ماركتس كبيرة، بتبقى بآلات اللي بتفتح في المناطق الشعبية، بتبيع أغلى من السلاسل الكبيرة. هنا لغاية دلوقتي في مصر عندنا احنا، أنا بتكلم الكلام دوت. يعني لو نزلنا الويلي، امبابة، بولاق، أي حتة من الحتت دي، حبيت تشتري كيس رز من جوه هتلاقيه أغلى بكتير من إنك تشتريه من بره، من أي ماركت كبير، يعني كارفور ولا وات ايفر بقى. فطبعا دوت مهم جدا اللي انتوا تعرفوه. الابتكار لوحده كمان ما بيكفيش، يعني انت تبقى مبتكر وذكي وعندك فكرة مشروع، دي لوحدها مش كافية. واحنا اتكلمنا عن النقطة ديت جامد جدا في ال 99 سنت ستور. 99 سنت ستور ابتدى في الغرب الامريكي، ودخل بمنطق ومنطلق غير طبيعي، روعة وبراندنج، وكان قصة سنة 82. وفي الاخر انتهى بايه؟ فلس. والدولار تري اشترى المحلات بتاعته، اشترى 170 محل. دولار جنرال اداره، رؤيه، توسع ذكي، عشان كده نجح. فركز، قال انا عايز ابقى قريب من العميل، ارخص، ابسط، فالناس تجي لي من غير ما تفكر. طيب احنا خلصنا القصه بتاعتنا ومن طقطق بسلام عليكم، وزي ما انتم شايفين لفيتوا المحل كله معايا اهوت، واحنا ما شفناش حاجه بدولار. الكونسبت بتاع ال1 دولار ستور انتهى. فلما نروح الدي، ولا لما نروح المحل التاني المنافس ليه دوت اللي هو ليدل، ونلاقي حاجات ب 80 سنت وب 75 سنت، تبقى قنبله طبعا يعني. لكن هنا احنا في الدولار جنرال اللي هو مؤسس الفكره بتاعت الدولار الواحد، مش لاقيين حاجه بدولار واحد. زي ما انتم شايفين كده ولافين معايا كل الارفف وكده، 4 و7 و9 و10 دولار. هو الراجل عامل شغل حلو، يعني عاملين براندنج وعاملين يعني الرفوف والتوزيع والتنظيم حلوه جدا جدا، ولكن خرج من الكونسبت بتاعه. فزي ما انتم شايفين، انا شايف ان المحل فاضي، يعني ما فيش فيه الزحمه. وعشان كده برضو اعتقد بقى ان الدولار تري هيعديه. الدولار تري هيعديه ليه؟ الدولار تري عنده حاجات كتير ب 1 دولار. دولار جنرال ما فيش، زي ما انتم شايفين، سبعات وثمانيات وتسعات. طيب يا جماعه، ما تنسوش تشتركوا في القناه، الله يخليكم. يعني علشان ايه؟ انا نسيت كمان اقول لكم من اول الفيديو.
فبحاول افكركم اهو دلوقتي ان شاء الله تفتكروا. وكان معاكم محمد من حكاوي من امريكا، ونلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.